اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه، والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظة اللي بنتكلم عنها. محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة من اعرق محافظات جمهورية مصر العربية، بتقع غرب الدلتا. عاصمتها اقدم تجمع حضاري في العالم واول مدينة تسق بها العملة. كانت بتسمى في الماضي بمقاطعة إيمينيتي، وكانت عاصمتها بتسمى بيدت، وكانت عاصمة لمملكة الشمال. كانت محافظتنا اللي بنتكلم عنها مقاطعة من 20 مقاطعة بتمثل الوجه البحري. وكان لمقاطعة إيمينيتي السبق في الوحدة مع الجنوب، بس للأسف الوحدة دي ما دامتش طويلة لحد ما جه الملك مينا اللي وحد مملكتي مصر الشمال والجنوب. والمدينة عاصمة محافظتنا كانت مركزا دينيا هاما لعبادة الإله حورس، وبنيت فيه المعابد. وأصل اسمها ديبي دي حو، يعني مدينة الإله حورس. وركزوا شوية في الاسم. وفي العصر اليوناني اتحول اسمها إلى هيرموبوليس برافا، نسبة إلى الإله هرمس. ومع مرور الوقت تم استبعاد الاسم اليوناني اللي أطلقوه على عاصمة محافظتنا، ورجعت مرة تانية لاسمها في العصر المصري القديم. بس دلوقتي حصل شوية تحريفات في نطق الاسم ديبي دي حور. ركزوا يا جماعة، احنا عمالين نتكلم على اسم العاصمة، واللي مطلوب مننا اسم المحافظة مش اسم العاصمة. شهدت محافظتنا الكثير من الأحداث من عصر ما قبل الأسرات وحتى الآن. ففي عصر ما قبل الأسرات شهدت محافظتنا أول ثورة شعبية في العالم ضد الحكم الملكي الدكتاتوري، وطلبت بالحكم الديمقراطي واللامركزية والحكم الشمولي. وفي سنة 663 قبل الميلاد قام الملك تسباتيك الأول بعمل معسكر على إحدى فرعي النيل الشهيرين. احنا عارفين ان النيل فرع ايه وفرع ايه، مش هقول، انتوا اللي هتجاوبوا. عمل معسكر على إحدى فرعي النيل الشهيرين، وده لصد غارات الليبيين والأشوريين. وفي عصر الملك بنفتاح استحكم على الضفة الغربية لنهر النيل لصد هجومات شعوب أهل البحر اللي هم الإغريقيين والصقليين، وبكده تكون أول معركة حربية ما بين مصر وأوروبا وانتصر فيها المصريين. أما بقى بالنسبة للتاريخ الحافل لشعب محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة ومدى مقاومتها للحملة الفرنسية اللي كانت بقيادة نابليون بونابرت، احنا هنتكلم في الاكتشاف اللي تم اكتشافه أثناء الحملة. هنلاقي إن من أهم الحاجات اللي حصلت أثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر هو يوم 19 يوليو سنة 1799، وده لما اكتشف ضابط فرنسي حجر من الديورايت تاريخه بيرجع لسنة 196 قبل الميلاد، وهو مرسوم ملكي من كهنة منف كرسالة شكر إلى بطليموس الخامس لرفع الضرائب عنهم. والحجر ده كان مكتوب ب3 لغات، الهيروغليفية والديموتيقية واليونانية، وكان سبب أساسي في إن احنا نقدر نفك رموز اللغة الهيروغليفية القديمة. معلومة على الماشي كده، بما إن احنا اتكلمنا عن الحجر اللي فيه 3 لغات وكان سبب رئيسي في فك رموز اللغة المصرية القديمة، شامبليون مش هو اللي فك الرموز، شامبليون وضح لنا وكان فك الرموز موجود من قبل كده. أما بقى بالنسبة لمساحة محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة، فمساحتها 9826 كيلو متر مربع، متوزعة على 16 مركز، 14 مدينة، 417 قرية، عدد سكانها حوالي 434 مليون نسمة. العيد القومي لمحافظتنا هو يوم 19 سبتمبر، وده بيوافق ذكرى انتصار شعب محافظتنا على الجيش البريطاني. هفكركوا تاني، احنا مش عايزين اسم المدينة اللي تم اكتشاف فيها الحجر وتسمى باسمها، احنا عايزين اسم المحافظة. كلمة وقالها فيلسوف، اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟